يا مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ زي ما انتوا شايفين بقى ان الفيديو بتاعنا النهارده ان احنا هنعمل مع بعض حاجه حلوه. انا عايزه بقى كل محبين الشوكليت يجمعوا معايا كده النهارده. هعمل لكم حاجه كده ميكس كده ما بين الجاتو، ما بين الكيكات البارده. بس انا واثقه ومتاكده ان هي هتعجبكم جدا. بس لو اول مره تشوفيني، انا مياده ودي قناتي. اتمنى تنوريني وتدعميني بالاشتراك علشان يوصلك كل جديد. اول حاجه بقى هنبدا نعملها مع بعض، هنحضر بقى الخليط بتاع الكيك. معانا هنا 4 بيضات يكونوا بدرجه حراره الغرفه، هنزل عليهم بورقتين من الفانيليا، وهنزل عليهم بمعلقه كبيره من السكر البودر. هتلاقوا ايد صغيره كده في الفيديو، ما تستغربوش، ده ابني الصغير بيساعدني، ده الشيف الصغير بتاعي. وهنزل عليهم بمعلقه من الخل. هقلب كل ده كده مع بعضه وهضربهم كويس قوي كده مع بعض لعند ما يبدأ لونه يفتح معايا بالطريقة دي. في الوقت ده بقى هنزل بكوباية من الزيت، وهنزل بكوباية من اللبن. اللبن يكون دافي بس ما يبقاش سخن، خلي بالكم من النقطة دي. هقلبهم بقى كويس كده مع بعض. هفصل بقى المضرب في الوقت ده. هنزل هنا بقى بكوبايتين من الدقيق. انا عايزة انخل الدقيق كويس علشان يدخل له هوا. وهنزل كمان بمعلقتين كبار من الكاكاو الخام. تقدري تستخدمي اي نوع، بس انا طبعا بفضل النوع الاسباني، بيبقى افضل نوع على فكرة، وبيدي درجة غامقة قوي وطعم كمان حلو. ومعايا بقى معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هضرب كل ده كده مع بعض على اقل سرعة في المضرب، او تقدري تعمليها في الوقت ده بمضرب سلك، مفيش مشكلة خالص. هيبدأوا كده يتجانسوا مع بعض ويبقوا مع بعض كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا كده خلاص الخليط بقى جاهز معايا. هحضر بقى صينية هدينها بشوية من الزيت، وهنزل عليها بمعلقة من الكاكاو. دايما الكيك الشوكليت يفضل طبعا ان احنا نحط كاكاو، ما نحطش دقيق تحت علشان ما يديناش لون مثلا ابيض، فكده يفضل طبعا ان احنا نعمله بالكاكاو. هنا بقى مقاس الصينيه دي اكبر صينيه في الثلاث صواني اللي بيكونوا فوق بعض، اللي هي المستطيل. دي اكبر واحده فيهم، لان طبعا انا مش عايزاها تكون تخينه قوي، انا عايزاها يكون سمكها رفيع شويه زي ما هتشوفوا معايا في الفيديو. في الوقت ده انا مشغله الفرن على درجه حراره 180. اول ما بدات اشتغل هحطها بقى في الرف اللي في النص لمده 45 دقيقه لحد ما تستوي معانا. في الوقت ده بقى تعالوا نعمل طبقه الكاستر اللي هنحشي بيها الكيك. معايا هنا كيلو من اللبن، هنزل عليه ب6 معالق من السكر كبار، او كوبايه الا ربع من السكر. معايا الكيس ده اللي هو بتاع الكاستر، بيبقى جاي كده من السوبر ماركت. هنزل بكل الكيس ده على كيلو اللبن واقلبه كويس قوي كده على البارد، علشان انا مش عايزه يكون في اي تكتلات خالص، خلي بالك من النقطه دي. في الوقت ده هبدا اخده بقى على النار. طبعا ايدي على طول شغاله بالمضرب علشان انا مش عايزاه يعمل اي تكتلات معايا. زي ما انتوا شايفين كده بدأ يتقل معايا شويه، بس طبعا مش هو ده السمك اللي انا عايزاه خالص. بصوا هنا كده تقل كويس، ده السمك طبعا اللي انا محتاجاه، لانه لاحظوا طبعا هو بيتقل شويه. بعد كده هنزل بقى بورقه من الفانيليا واقلبه واقفل بقى على طول. اول ما بحط الفانيليا انا بقفل على طول. هنا بقى الكيك كان جاهز معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا بقى نشوف هنخرمه ازاي. جبت القمع، اي قمع عندك انت بتستخدميه، هتبداي تخرمي كده بالشكل ده الكيك. بصوا طبعا الصورة واضحة طبعا انا بعمل ايه. الكيك اللي انا خرجته ده طبعا انا هحتفظ بيه مش هشيله. هنبدأ بقى نخرم الصينية كده كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا عايزاهم يكونوا كده متساويين جنب بعض، حاولي على قد ما تقدري ان انت تظبطي يعني المسافات. كده بقى جاهز معانا. هاخد بقى الكيك ده كده افركه كويس قوي في الكيس. انا عايزاه يبقى ناعم كده، ما يبقاش فيه اي تكتلات خالص. هاخد بقى الكاستر وابدا انزل كده في الحاجات المخرمه دي كلها، وبقى الكميه كده احطها على الوش كده زي ما انتوا شايفين. يا رب تكون الطريقه واضحه قدامكم. هبدا اخد بقى الكيك كله اللي انا هريته ده، هبدأ كده اوزعه على الوش من فوق. احط الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هدخلها بقى التلاجة تسقع كويس قوي لمدة 3 ساعات او 4 ساعات. هنا كده خلاص بعد ما خرجتها من التلاجة زي ما انتوا شايفين كده بقى هبدأ اقطعها. تقدري طبعا تقطعي الحجم اللي انت عايزاه، دي حاجة ترجع لك بقى. تعالوا بقى نشوف شكلها من جوه كان عامل ازاي. بصوا بقى طبقة الكيك مع الكاستر، كان مش قادرة اقول لكم طعمها حلو جدا.
وتحس ان هي كيكة كده منعشة كده، وكيكة صيفية بصراحة. هتحبيها قوي في الصيف، ولادك هيحبوها جدا. يا ريت بقى لو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. ما تنسوش تشتركوا في صفحتي على الفيسبوك باسم ميادة كيتشن، واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.